بيقول لك اوجد خارج القسمه اللي كله بيخاف منها، القسمه المطوله. يلا بينا يا باشمهندس نحله مع بعض. محافظه القاهره، اداره السلام، الامتحان الثالث يا باشمهندس من كراسه المعاصر. ما تنساش لايك ومتابعه عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله، حل الامتحانات الباقيه كلها. يلا بينا، سامي بسم الله ويلا نبداه. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك يا باشمهندس اول سؤال، ربع العدد 4 أس 8. يعني ايه ربع يا ولا؟ ربع يعني اقسم على الاربعه، يبقى 4 أس 8 على 4. كلام جميل. طب الاربعه دي يا باشمهندس اسها كام؟ برافو، اسها واحد. طب في القسمه بعمل ايه؟ في قسمه الاساسات المتشابهه باخد اساس واحد واطرح الاسس 8 ناقص 1. برافو عليك، يبقى 4 أس 7 يا باشمهندس. السؤال اللي بعده بيقول لك اي مما ياتي صوره النقطه بالانعكاس في محور اكس. بالانعكاس في محور اكس اغير اشاره الواي، يبقى -1 وسالب 3. السؤال اللي بعده، ما المتبادل التي تعبر عن ان درجه الحراره اكس اقل من ال 40؟ يبقى اكس اقل من ال 40. تعرف ازاي يا استاذ اقل او اكبر؟ بص يا باشمهندس، اللي بتبقى فاتحه لها او بصه لها وشها العلامه يعني دي الكبيره. يعني طالما هنا ال 40 الكبيره دي مديه ظهرها للاكس يا ولا، يبقى صغير او اكس اقل من، عشان في كتير بيتلخبطوا. طيب دي الصيغه العلميه. الصيغه العلميه يا باشمهندس A في 10 أس N، حيث ال A أكبر من أو تساوي الواحد وأقل من ال10. طيب ال N يا ولا تنتمي للأعداد الصحيحة اللي هي السوالب والموجب ومعاهم الصفر. أي مما يأتي. ماشي. بص يا باشمهندس، لو مشيت يمين من بعد البوينت يبقى الأس سالب، يبقى ده 1 2 3 4 5. اشمعنى هنا؟ عشان يبقى في ضمن معايا إيه العلاقة، يبقى 6 و3 من 10. 6 و3 من 10 ف10 أس كام يا ولا؟ أدا 1 2 3 4 5. واحد يقول 5، أقول لك لا يا باشمهندس -5. قلت لك لو مشيت لليمين يبقى الأس يا ولا كام؟ سالب. السؤال اللي بعده بيقول لك ما قيمة الإيه؟ بص يا باشمهندس، ديت ليها طريقة حل سهلة وطريقة لفة شوية. هنحل لك باللفة الأول وبعد كده أقول لك السهلة. أول حاجة عندنا يا باشمهندس دي 2 على 1، نعمل حاصل ضرب طرفين بيساوي الوسطين. 2 في إكس ب 2 إكس، 2 في 3 برافو عليك ب6. طيب وبعدين يا ولا هتساوي 2 اكس زائد ايه. طيب وماذا بعد؟ انا عاوز الايه، هودي ال 2 اكس بعكس الاشاره، يبقى 2 اكس ناقص 2 اكس زائد 6، كل ده بيساوي الايه؟ ال 2 اكس مع -2 اكس، يبقى اذا الايه بكام يا باشمهندس؟ برافو عليك، تطلع الايه ب6. طيب الحل الثاني يا استاذي، لو انا كان هنا في 6 وخدت يا باشمهندس 2 مشترك، هيتفضل اكس زائد 3، هتطير مع تحت اكس زائد 3 يتفضل 2، يبقى هي فعلا الاجابه 6. بيقول لك اذا كان مساحه المربع فما طول قطره. طالما طول القطر احنا عندنا قانون مساحه المربع ليه قانونين، يا طول الضلع في نفسه يا نص حاصل ضرب طول القطرين، وطول القطرين في المربع يا ولا متساويين، يبقى نص دي تربيع ب 450. طب انا عاوز الدي يا استاذنا، هعمل ايه؟ هشيل النص من هنا هضرب في 2 الناحيه اللي هناك، يعني ضربت في المعكوس الضرب يا باشمهندس في الطرفين، يبقى الدي تربيع هتساوي برافو عليك 900. طب انا عاوز الدي، ما تاخد الجذر يا عسل، يبقى الدي بكام؟ الدي واحد يقول لي شاطر بموجب وسالب 30، اقول لك برافو عليك، بس الاطوال دايما بتبقى بالموجب يا باشمهندس، يبقى الاجابه 30 ان شاء الله. بيقول لك جذر اكس ب5. طب انا عاوز الاكس ربع الطرفين، طالما في جذر ربع الطرفين، يبقى طالما ربحت يبقى الجذر هيطير، يبقى الاكس بتساوي 25 يا باشمهندس. بيقول لك مدرسه بها 480 تلميذ رسب منهم 120 تلميذ، فاذا اختير تلميذا عشوائيا فما احتمال ان يكون راسبا. بص يا باشمهندس، يعني ايه راسبا؟ يبقى 120 على 480، 120 على 480 فيهم يا باشمهندس الربع، يبقى الربع دي يعني كام في المية؟ 25%. الربع كام في المية ولا؟ 25%. يقول لك ما صورة النقطة بالدوران حول O و90 ضد اتجاه حركة عقارب الساعة؟ يبقى هعمل ايه يا باشمهندس؟ هغير الواي وابدل، يبقى بزاويه قياسها 90 هغير الواي يبقى -2 وابدل تبقى -2 وسالب 4 يا باشمهندس. يلا بينا نكمل. بيقول لك السؤال اللي بعده يا باشمهندس اوجد مجموعه الحل. ماشي يا عم الحاج، عدل الاربعه بعكس الاشاره يا باشمهندس. يلا بينا. يبقى 2 سيب الاثنين بره زي ما هي، في اكس زائد 5 كل ده هتبقى اكبر من 12 زائد 4 بعكس الاشاره يا ولد 16. طب ما تقسم على الاثنين في الطرفين، برافو عليك، اذا الاكس زائد 5 هتبقى اكبر من ال8. طيب وبعدين هودي ال5 بعكس الاشاره، يبقى اكس بتساوي اكبر من 5
او 8 ناقص 5 3، يبقى اكس يا باشمهندس. مجموعة الحل بقى من 3 الى ما لا نهاية يا باشمهندس. السؤال اللي بعده بيقول لك اوجد مساحة شبه المنحرف الذي طول قاعدتين. طالما مديني طول القاعدتين يا ولا هعمل ايه؟ الله يفتح عليك. طول القاعدتين يبقى مساحة شبه المنحرف نص حاصل ضرب مجموع نص حاصل ضرب مجموع القاعدتين في الارتفاع. يلا بينا. يبقى نص في مجموع القاعدتين 7 زائد 15 في الارتفاع يا باشمهندس 8. يبقى نص حاصل. طب جايب لي قاعده متوسطه، هضرب القاعده المتوسطه في الارتفاع على طول. يبقى نص مجموع القاعدتين نص في 7 زائد 15 كل ده في 8 تطلع ب 88 سنتيمتر مربع. ما تنساش المربع يا باشمهندس، او خليها الاثنين بالانجليزي كده. تمام يا عسل. يبقى سنتيمتر مربع عشان دي مساحه. طيب بيقول لك اوجد خارج القسمه اللي كله بيخاف منها القسمه المطوله. بص يا عسل، يلا تبقى اكس تربيع زائد 7 اكس زائد 12، وهنا اكس زائد 3. طيب يلا يا باشمهندس هقول لك طريقه دلوقتي سهله خالص. الاول على الاول خطواتنا، اقسم اضرب اطرح قرر. ده اللي كله بيخاف منها. يلا اكس تربيع على اكس فيها الاكسايه. طب ما تضرب يا ابني اكس في اكس في اكس تربيع واكس في 3 بموجب 3 اكس. طب ما تطرح يا ابني، دخل السالب هنا والسالب هنا، دي هتطيروا. 7 ناقص 3 4 اكس زائد 12. طب ما تكرر 4 اكس على الاكس بموجب 4. طب ما تضرب يبقى 4 اكس زائد 12. طب ما تطرح دخل السالب هنا والسالب هنا، ده هيطير وده هيطير وده هيطير تصفر. اذا الناتج اكس زائد 4. طب ما تيجي اقول لك خطوه في ثانيه، اي اكبر اس تربيع اعمل الخطوات دي، حطهم فوق بعض يا ولا. اكس تربيع زائد 7 اكس زائد 12، وحط الثانيه تحت اكس زائد 3. اي اكس تربيع فقط. اقسم الاول على الاول والاخير على الاخير والناتج هيطلع على طول. اكس تربيع على اكس باكس، 12 على 3 ب4، وخلصت في ثانيه. شفت بقى، انا حليتها لك بالطريقتين عشان اوريك دي الطريقه اللي محدش ممكن كتير شرحها. اللي انا لو اكبر اس تربيع هقسم الاول على الاول والاخير على الاخير وخلصت. دعواتك بقى. اختصر لابسط صوره سهله يا عم. 3 تربيع ب9 على الاربعه زائد 5 على الاثنين زائد 5 على الاربعه. طيب وبعدين يا عسليه اوحد المقام، هضرب دي في 2 ودي في 2 بقت 10 على الأربعة زائد 9 على الأربعة زائد 5 على الأربعة. طيب يا عم خد مقام واحد 4. 10 و9 19 و5 24. يبقى الإجابة 24 على الأربعة يا باشمهندس بحوالي 6 إن شاء الله. يبقى 24 على الأربعة فيها الكام يا ولا؟ 6. ماشي. ارسم قطعة مستقيمة. طيب يا عم الحاج طولها 6 سم ثم نصفها. يلا بينا نرسمها. يبقى هجيب مسطرتي العسلية، هجيب مسطرتي يا ولا العسلية وارسم 6 سم. ماشي يا عم الحاج ركز معايا بقى. يبقى هرسم 6 سم اهو. ادي رسمت 6 سم. وماذا بعد؟ قال لك يا عسلية انت هتروح تجيب البرجل بتاعك. يبقى اول حاجة كتبت رسمت الاي بي، ركز معايا، رسمت اول حاجة الاي بي. طيب ثم اجيب البرجل بتاعه وهعمل بيه ايه يا ولا؟ افتحه فتحة اكبر من نص القطعه. يعني القطعه نصها 6، يبقى انت افتحه يا باشمهندس 3 ونص. ركز معايا. يبقى هفتحه 3 ونص يا باشمهندس. كلام جميل يا عم. طيب واعمل ايه بعد كده؟ هقف عند البي وهعمل قوس فوق وتحت. شايف يا ولا؟ القوس فوق وتحت. وهقف عند الايه وهعمل قوس فوق وتحت. طيب ماشي. وماذا بعد؟ يبقى تعالى نقف في نفس الفتحه. لازم يتقاطعوا يا باشمهندس. تقاطعوا ولا ما تقاطعوش يا ولا؟ تقاطعوا في نقطه اهو وفي نقطه اهو. لازم تسيب الاقواس ده عشان يعرف ان انت راسم يا ولا بحاجات، وفي الاخر تيجي موصل يا باشمهندس. ادينا قسمتها له تاخد الدرجه النهائيه. طيب وماذا بعد؟ بيقول لك اذا سحب بطاقه عشوائيه من متماثله من 1 ل 9. يا عم ماشي. فضاء العينه اس بتساوي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وماذا بعد؟ احتمال احسب احتمال ان تكون البطاقه المصحوبه تحمل عددا فرديا. ايه العدد الفرديه؟ 1 و3 و5 و7 و9. يبقى 5 ارقام على كلهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
يبقى 5 على 9 يا باشمهندس. طيب ارسم مثلث اللي كله بيخاف منها، سهله وبسيطه جدا باذن الله. هنرسمها دلوقتي يا باشمهندس باسهل طريقه. يلا بينا سامي بسم الله. ارسم مثلث. يلا يا عم الحاج هات لي ورقه جميله كده عسليه نرسمه فيها. ارسم مثلث الذي رؤوسه. يلا بينا. هعمل اول حاجه خالص الشبكه التربيعيه يا باشمهندس، بس بالمسطره بقى مالكش دعوه بيا. ادي هنا 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5. هنا 1 هنا 2 هنا 3 هنا 4 هنا 5 هنا 6. هنا -1 -2 -3 -4 -5. شبكة تربيعية. طب وماذا بعد؟ أروح أرسم مثلث رؤوسه. يلا ركز. رؤوسه كام؟ رؤوسه يا باشمهندس محمد أول حاجة الإيه بصفر و2. صفر على الإكس و2 على الواي، يبقى هنا كده أهي. دي كده إيه؟ اكتب هنا إيه ولا؟ البي 3 و4 ادي 3 على الاكس، اطلع لي 4 يا ولا على الواي، يبقى هنا كده البي. طيب السي ب5 و1 ادي ال5 على الاكس و1 على الواي، دي السي. وبعدين وصل يا باشمهندس. ده كده اول مثلث. خلصت؟ لا كمل. ده المثلث الاولاني بالمسطره يا باشمهندس مالكش دعوه بيا. ثم ارسم صورته بالانتقال -2 و4. يعني روح شيل كل من اكس -2 وشيل كل من واي -4. يلا بينا. يبقى هنجيبه ايه شرطه يا باشمهندس؟ هتبقى 0 ناقص 2 -2. طيب 2 ناقص 4 -2. طيب بي شرط. دي بقى شرط النقط الجديده يا ولا. 3 ناقص 2 ب1. 4 ناقص 4 بصفر. طيب سي شرطه هتبقى 5 ناقص 2 ب3. 1 ناقص 4 ب3. يلا يا باشمهندس روح ارسم مثلث جديد النقط دي. -2 و2. ادي -2 و2 يا عم الحاج ماشي. قول له ايه شرطه؟ طيب البي ب1 و0 هنا كده 1 و0 ادي هنا كده البي شرطه. طيب السي ب3 و3 ادي 3 وادي -3 يا عم الحاج، يبقى سي شرطه. وصل يا باشمهندس. ده اسمه الانتقال بالمسطره. يبقى انت كده تاخد الدرجه كامله يا باشمهندس. حاولت اشرح لكم على قد ما اقدر. ما تنساش لايك ومتابعه، واستنى فيديو جاي كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في الله.